السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله وصفتنا سهلة جدا وبسيطة وحاجة كلنا بنعشقها، حاجة كده بجد تحفة. النهاردة وصفتنا كيكة البراونيز. أنا شخصيا بموت فيها، طعمها جميل أحلى من أي كيكة ممكن تدوقيها في الدنيا. طبعا مختلفة جدا عن كل الكيكات اللي احنا بنعملها لأن دي بتبقى غرقانة شوكولاتة. مكوناتنا سهلة وبسيطة، تعال نشوف احنا عملناها ازاي. اول حاجه انا معايا المواد الجافه عباره عن كوبايه دقيق، احط عليها ذره ملح، وبعدين احط عليها 3 معالق كاكاو خام. طبعا الكاكاو لازم يتنخل عشان ده يبقى فيه تكتلات، فهنخله كويس جدا. كده خلاص تمام. هبدأ بعد كده ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض، وبعدين هنسيبهم على جنب. في بولة هحط 3 بيضات درجة حرارة المطبخ، واحط عليها كوباية سكر. لو هو حبيبات ناعمة مش هطحنه، لكن ده كان خشن جدا فطحنته نص طحنة كده. وهبدأ ان انا اقلب كويس جدا لغاية ما تختفي حبيبات السكر من البيض، واحس ان هي بقت سائل ناعم جدا. بعد كده هضيف عليها نص معلقة فانيليا، وابدأ ان انا اقلب كويس قوي عشان طبعا زفارة البيض، وبعد كده اسيبها على جنب. الخطوة اللي بعد كده هجيب معايا 200 جرام شوكولاتة، اي نوع شوكولاتة، هقطعها بس قطع صغيرة اي شكل، بقطعها باي طريقة بحيث ان انا يبقى سهل طريقة تسييحها يعني. احطها في بولة، واحط على 150 جرام زبدة درجة حرارة المطبخ، واحطها على حمام مية سخنة لغاية ما تسيح، تبقى بالمنظر ده. ابدا اجيب بولة واحط فيها الشوكولاتة بتاعتي مع البيض، واقلب بسرعة. طبعا يكون هنا الشوكولاتة بقت يعني ما بقتش سخنة، وبقت يعني بحرارة حرارة المطبخ. انزل عليها بالبيض واقلب كويس جدا لغاية ما يندمجوا. بعد كده انزل بالمواد الجافة بتاعتي اللي هي الدقيق مع الكاكاو مع ذرة الملح. ابدا اقلب كويس قوي لغايه ما يندمج وتختفي تماما المواد الجافه مع المواد السائله. طبعا في الاثناء دي انا هكون مشغله الفرن بتاعي على 180، وهكون مجهزه الصينيه بتاعتي فيها ورقه زبده، صينيه 24 في 24، وهكون دهنها ماده دهنيه عشان اقدر ان انا افرد فيها البراونيز بتاعي. خلاص، ده القوام بتاعه بقى تقيل شويه كده، ما يبقاش خفيف قوي. وهبدا اصب في الصينيه المنظر ده. اسوي كويس في الصينيه عشان مظبوط معايا، وبعدين انا هزينه. ممكن تخليه كده عادي جدا، وممكن ازينه باي حاجه انت عايزاها. هدخله الفرن، هياخد معايا بالظبط 20 دقيقه. براونز ما بيبقاش زي الكيكات العاديه، لا لا، باجي اختبره كده بالخله، بيطلع فيها جزء من الشوكولاته. وده منظرها بعد ما احنا خرجناها.
ريحتها تحفة وطعمها بجد ولا أروع. هبدأ أسيبها تهدى تماما قبل ما أقطعها، يعني ربع ساعة تلت ساعة كده، وبعد كده أبدأ أقطعها. طبعا المقاس اللي انت عايزاه، أنا عملتها على 12 قطعة. بعد ما قطعناها بقت بالمنظر ده، طرية جدا وطعمها خيال. قدمتها مع بولة آيس كريم ومعاها صوص فراولة، كان طعمها بجد ولا أروع، جميلة. انت بقى قدميها مع أي حاجة، ممكن تاكلها كده عادي، هي في كل الحالات طعمها بجد تحفة. شوفي عاملة ازاي. جربوها وقولوا رأيكم فيها، وبألف هنا وشفا.